أعزائي المشاهدين من مدرسة الهدى الخاصة، نرحب بكم في برنامج حواري قصير مع مدير المدرسة القائم على إقامة المدرسة ورفعتها والنهوض والتقدم بها، والساعي بالعزيمة القوية والرغبة المليئة بالأمل، والتي تهدف إلى الوصول إلى أقصى وأعلى درجات النجاح. والمستوى التعليمي بطلاب المدرسة هو المستوى العاملين بها. دعونا نرحب جميعا بمدير المدرسة السيد الأستاذ فؤاد العدل. واهلا ومرحبا بك، وسعدنا بوجودك معنا. اهلا وسهلا. يسعدني ويتشرف بوجودك لإعطاء عملية الحوار الذي قمت به معي. أطلب منك الأسئلة التي أقوم بها بمساعدتك في العملية التعليمية. أستاذي الفاضل، بعد التحية أود أن أجري أنا وإياك مقابلة تهدف إلى التعرف عن كسب عن أمور مرتبطة بالمدرسة وما يحيط بها، وبالإضافة إلى أمور تتعلق بشخصك الكريم. كيف تصف الجو السائد في المدرسة؟ الجو السائد داخل المدرسة مليء بالمحبة والاشتياق إلى العلم، وأحب الطلبة والتلاميذ داخل المدرسة لينهضوا بالعلم ونسير إلى طريق أفضل لكي ننفع أنفسنا وننفع الوطن الذي نعيش فيه. الدول كلها تقدمت بالعلم ونهضت به، ونحن بنمد إيدينا للناس ديت لكي نتعلم الجديد وننهض مثل ما نهضوا في العلم. أحب كل تلميذ أن يسعد في حياته من أجل العلم ويجتهد ويتضرر كثيرا في الأعمال اليدوية داخل المدرسة من اختراعات والإبداع داخل المدرسة بمساعدة المدرسين. ما رأيك بالنشاطات التي تحدث في المدرسة، وهل تظن أن لها تأثير على سلوك الطلاب؟ طبعا النشاطات جميلة جدا، مكملة للعلوم، مكملة للدراسة. هذه الأنشطة تقوم بالنمو، تقوم على تنمية قدرات الطلبة، وتسمح بأن يكونوا داعين لهم بالتقدم نحو العلم. يسألوا زي ما قلت المرة قبل كده، يطلبوا، والحاجات دي موجودة متوفرة داخل المدرسة. عندنا النشاط العلمي داخل المدرسة، بيروحوا المعسكر الاستكشافي، بيروحوا هناك بدوروا على العلم وتلقوا العلم الجديد داخل النادي. كذلك عندنا برضو نشاط رياضي، عندنا نشاط ثقافي، عندنا نشاط المكتبات. كل دي بيتسبب. واحنا النهارده كان عندنا طلبة، نالوا من التفوق ونالوا من العلم وأخذوا جوائز في حفل اليوم. جت لجنة من المديرية لتسليمهم الجوائز دي، دليل على أن المدرسة بتقوم ببعض الأنشطة. ليه؟ ليه المصلحة بذلك؟ من أجل يحافظ الطلاب على إيه؟ على العلم. يدخلوا المكتبة مفتوحة لهم في الفسحة، يدوروا على الكتب الجديدة ويسألوا داخل المكتبة. ما هي الأمور الأساسية المهمة لخلق بيئة تعليمية وتربوية داعمة؟ أن
طبعا بالنسبة للتلميذ أن يكون عنده رغبة في العلم. التلميذ اللي يكون عنده رغبة في العلم هيتقدم، اللي ما عندوش رغبة يبقى تلميذ سيء. بيحب مدرسته، بيجي لها بدري، ما بتأخرش، يدخل على الحصة منتبها، ما استخدمش العنف داخل الفصل. المدرس بعد ذلك بيسأله، بيجاوب، بيعمل واجباته داخل الفصل وخارج الفصل. هذه المتطلبات تلتزم الطالب المثالي داخل المدرسة وبينال برضو التفوق العلمي، وبنتمنى لهم أن يكونوا من الأوائل على المحافظة. وأنا عندنا طلبة بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيهم نالوا التفوق، وبنقول لهم إلى الأمام، بقول لهم إلى الأمام، وإحنا بنساعدكم، إحنا بنساعدكم من الخلف حتى تصلوا إلى الهدف المرغوب اللي أنت عاوزه. من هو المعلم الناجح في رأيك؟ المعلم الناجح كتير، اللي بيواظب على عمله، يحضر إلى المدرسة مبكرا، يستعد للدرس، يستعد للتلميذ، يذاكر الدرس قبل ما يدخل الفصل، لأن هيلاقي طلبة أبهاتهم بتشاركهم في المذاكرة، ويسألوا المدرس يعني أسئلة كثيرة، فيتوقع جميع الأسئلة من أي تلميذ. وهذا المدرس الناجح اللي يدي درسه في الفصل ويتجاوب مع التلاميذ وما يديش دروس، ما يديش دروس. الدرس اللي هياخده بره ما يديه في المدرسة، دي المعلم الناجح، يديه في المدرسة، ما يبخلش. احنا زمان ما كانوش بنبخل على الطلبة بالعلم، نبخل عليهم بالعلم، ما يغيبش يوم من المدرسة، لأنك انت جاي للطالب، انت جاي للطالب. الظروف دي الله غالب، يعني الظروف دي نتحتم بندخل مدرس بنفس الكفاءة بتاع المدرس الثاني، وطبعا بنسأل الموقفين لغاية فين ويمد لهم بالدرس الجديد بتاعه حتى لا يتعطل، لأن الوقت بتاعنا قليل. بعد نص السنة وقت قليل، بنخش في الميدترم ونخش بعد الميدترم بندور على آخر السنة. واحنا النهارده بسم الله ما شاء الله المدرسة الوحيدة اللي كانت كتبها، الكتب المدرسية كلها في يد التلاميذ، وبيقوم المدرس بمراجعتها وبيدي واجبات ودروسه بالداخل الكتب الجديدة. طبعا بنستخدم برضو النماذج اللي موجودة داخل الكتاب، ولا نستعمل الكتب الخارجية، ما لهاش دعوة. الكتب الخارجية لا نعترف بها، الكتب اللي جاية من الوزارة هي للتلميذ اللي هيمتحن منها وهيذاكر فيها. من هو الطالب الناجح في رأيك؟ هذا بالنسبة للطالب الناجح زي المدرس الناجح، الاثنين ما ينفصلوش عن بعض، كتلة واحدة. الطالب اللي بيعمل واجباته بيحترم مدرسه، اللي بيقعد على النت ويستخدمه للعلم وليس للتسلية. الطالب الناجح اللي يستخدم النت وليس للتسلية، يجي يذاكر ومحضر واجباته، صبح على مدرسته، طبعا في ذات الصباح تحية العلم وطنه، ويدخل الفصل ويلاقي المدرس موجود داخل الفصل بيحب المادة بتاعت المدرس، ولا نستخدم العنف داخل الفصل. ما هي توقعاتك من الطلاب والمعلمين لهذه السنة؟ توقعات لهم التقدم في العلم، التقدم والاجتهاد داخل المدرسة، بدرجة انهم
بدأوا يسألوا ويناقشوا مدرسيهم على بعض الأسئلة. بعض الطلبة طلبت مننا الرحلة إلى سيوة، رحنا سيوة لكي نتعرف على المعلومات اللي موجودة في سيوة، لأنها تستخدم في المنهج. فهذه حاجة من ضمن الحاجات اللي بيستخدمها الطالب والتلميذ داخل المدرسة، ونتبنى له لكل طالب وكل مدرس يجتهد، الاثنين مع بعض يجتهدوا من أجل العلم، عشان برضه بنحب وطننا وننهض به زي الأمم اللي نهضت بعلمها وأبنائها. احنا برضه بنجاهد في كل وقت، يسأل واحنا نجاوبه داخل المدرسة. طلعنا على بعض المخططات لهذه السنة. المخططات داخل هذه السنة، احنا طبعا بنعد طلبة للتفوق، نتسابق مع المدارس الأخرى، نتسابق من أجل الفوز بالمراكز المتقدمة وبنشاركهم. واللي الطالب اللي هينال المركز أول أو مركز ثاني يعني احنا بنشيل عنه المصاريف المدرسية السنة القادمة، وبنديلهم حوافز جوائز لكي ننهض. ولنا الشرف ان كل تلميذ لو كل المدرسة الشهادات بالذات نال التفوق بنعطيهم من المصاريف المدرسية. التفوق اللي هو يعني مرتبة أولى الأول على المحافظة. فإحنا على استعداد نضحي من أجل التلاميذ المتفوقين داخل المدرسة. ما هي رؤيتك لوضع المدرسة في ظل وجود الأخت الجديد؟ وضع المدرسة في ظل وجود الأخت الجديد. طبعا احنا بنشوف العالم بتتقدم قدام، واحنا بنجري وراها، بنمشي وراها. ايه الجديد عندهم؟ ايه اللي احنا عاوزينه منهم؟ احنا بندور على مستقبل لابنائنا، لان احنا خدنا فرصتنا في الحياة. انتم الطلبة الجدد اللي بنديكم الراية بعدنا، الراية انتم اللي بتستلموها. هذه الراية بتستلموها لتنفعوا الوطن وتجيبوا الجديد. احنا كان على ايام ما كانش في نت، انتوا ايامكم جيل النت، جيل العلم. بالملاحظة كده بتجيبوها وانتوا قاعدين. النهارده انتم تدخلوا على النت بتشوفوا ده عنده ايه وده عنده ايه من الجديد. انتوا بتطبقوا الحاجه زي ديت داخل زي المركز الاستكشاف اللي هم زي ما قلت قبل كده، مركز الاستكشاف في حاجات كتيره، دي بيبتكر ودي بيبتكر ودي بيبتكر ودي بيبتكر. انت بتاخدوا الجديد برضه علشان نطلع الى الامام. بعد هذا النجاح الباهر الذي أنجزته في المدرسة وبعد رفعك لاسمها عاليا، ما هي الإنجازات التي تظن أنها لم تتحقق بعد ولديك طموح بتحقيقها؟ بعض الطلبة ان هم مش فاهمين العلم عن طريق النت. كله بيستخدم النت للتسلية فقط لا غير. يدخل على النت وطلع علم، لا هو عايز يروح السايبر عشان يلعب ويكلم فلان ويكلم علان. دي غلط. ماذا يعني؟ ما حققش الهدف اللي هو عاوزه. احنا بنقول ان كل تلميذ يدخل على الموقع ويدور على العلم، واللي هو مش فاهمه بيجي المدرس يقول انا فتحت على الموقع كذا ولقيت كذا كذا، انا مش فاهم الحته دي. هو بيدخل وياه على الموقع ويقول له دي كذا ودي كذا، بيشرح له. فانا احب كل تلميذ ان يدخل
ويتعمق في العلم واحنا نساعده، وليس للشتائم والكلام داخل النت، واكلم زميلي واكلم اختي ولا اكلم خالتي ولا اكلم واحده ولا اكلم. انا جاي للعلم، تستخدمه علميا. النهارده وانت قاعد على الكرسي بتكلم خالك اختك ماما بابا وانت قاعد. زمان كنا نقعد من بدري ندور عشان نكلم ماما ولا بابا، نقعد اليوم واخر اليوم يقول لك معلش الخط قطع. النهارده وانت قاعد كل حاجه متوفره ليك، كل حاجه عندك متوفره. احنا كان زمان كانت لسه دوله بدائيه، دوله بدائيه يا دوبك بنجيب كده وكده كده وكده. اصبح دلوقتي متوفر لك كل شيء، استخدمها استخدام جيد عشان تحصل على العلم السليم وتنفع مدرستك، تنفع وطنك، وتكون مستقبلك باهر باهر وتنمي العلم منك الكثير. وجه نصيحة إلى طلابك من شأنها التي تسهم في تقليل من ظاهرة العنف في المجتمع. أنا بلاحظ الموضوع ده واتكلمت كتير على الطلبة اللي بيستخدموا ظاهرة العنف مع بعضهم. أولا مع بعضهم وقرايب، بيبقوا أقرباء، يضربوا بعض على حاجات لا تذكر. خد قلمي، خد كراسي، ما جابش كراسي قطع كراسي. دي حاجة احنا اتخلقنا ايه؟ ليه؟ للعلم والعمل. للعلم والعمل. التربية قبل التعليم. التربية قبل التعليم اسمها وزارة التربية والتعليم. أربيك وبعد كده أعلمك. إزاي؟ ما أقدرش أعلمك قبل ما أربيك. فالتربية أهم حاجة من البيت والمدرسة. الاثنين برضو متصلان بالتلميذ. كل تلميذ يهذب نفسه، يعرف أمور دينه، الحلال والحرام، يعرف الحلال والحرام. الشتائم عيب ولا الضرب عيب. احنا بنقول حب لأخيك كما تحب لنفسك. وفي الختام نشكر الأستاذ فؤاد العدل على الوقت الجميل، ونشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله